السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير في احسن حال. في فيديو النهارده ان شاء الله نحضر مع بعض سمك الغطيان او سمك غطا موسى او سمك موسى زي ما بتسموه، طبعا هو ليه كذا مسمى. ان شاء الله يا بنات هنحضره مع بعض بطريقه جميله جدا وتتبيله حلوه قوي، بجد مش هتنسوا الطعم ده. عايزه اقول لكم ان السمكه دي كده حاجه كده فيليه كده في نفسها ما شاء الله، من المأكولات البحريه المالحه اللي بجد كده لما تاكليها تحسي ان انت تاكلي جمبري. تعالوا بينا نحضرها ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفيني طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ده وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في الوصفه على طول. مبدئيا يا بنات دي كده بتكون السمكه، هو السمك ده بيكون اسمه كده غطا موسى او اسمه سمك الغطيان او سمك موسى، مش عارفه انتوا بتسموه عندكم، ولكن هو ليه كذا مسمى. بتكون كده الشكل بتاعها ده، هي رقيقه جدا، تحسوا ان هي مفيش فيها سفه خالص. بتكون كده ليها لونين، لون كده فاتح ولون كده بيكون غامق بالشكل ده. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف هننضفها مع بعض ازاي. انا كده معايا الكميه دي. مبدئيا كده يا بنات بنبدا كده بالمقص، تبداي تشيلي كده الديل بتاعها من ورا، وبعد كده بتبداي تيجي من عند الديل وتبداي كده تسلكيها من تحت. طبعا السمكه دي بتتسلخ، ما ينفعش طبعا تتقلي وهي بالشكل ده. في الاول كده هتحسي ان هي صعبه معاكي، بس بمجرد ما بتسلكي كده الجزء اللي هو ورا ده، اول ما بتسلكيها كده وبتيجي تشديها بيتسلخ معاكي بكل سهوله. شايفين زي ما احنا شايفين كده يا بنات؟ تبداي تسلكيها كده من ورا خالص اللي هي الجوانب دي، وبعد كده هتسحبي كده بالراحه، هتتشال معاكي بكل سهوله. زي ما عملنا بقى الجهه دي، برضو الجهه التانية هتتعمل معانا بنفس النظام. هتبداي برضو تسلكي كده الجزء اللي ورا ده، وتبداي برضو تشديها معاكي، هتتشد معاكي بكل سهوله. وتخلوا بالكم يا بنات وانتوا بتستخدموها كده، وتطولوا بالكم عليها، لان هي السمكه دي تحسوا ان هي ناعمه جدا، فلما تيجي تستخدميها كده كل شويه تحسي ان هي بتتزحلق منك. وممكن كمان تستخدمي منديل او قماشه نظيفه كده وانت بتعمليها علشان برضو ما تتزفلطش معاكي، وتحاولي برضو تشيليها كده بالراحه. وبعتذر طبعا معذره عن ان انا بشتغل بايدي، لان طبعا زي ما قلت لكم هي بتكون كده مزحلقه شويه، فالجلافز مش هينفع خالص في الطريقه دي. فانا هعمل معاكم كده واحده واتنين كده علشان نشوف طريقه استخدامها. بعد كده هنيجي بقى بالمقص، تبداي تشيلي بقى الراس بتاعتها دي، مش محتاجينها خالص. وكمان البطن بتاعتها بتكون موجوده، ولكن بتكون جزء صغير خالص، برضو هتبداي تسحبيها كده مع الراس. اول ما بتشيلي بقى الكفر الخارجي بتاعها ده اللي هو الجلد بتاعها، بيظهر كده عندك، بتلاقي زعانف اللي هي زي زعانف السمك البلطي بالظبط. هتبداي برضو بالمقص كده تنضفيها وتشيليها. بس كده هي كده خلاص كانت جاهزه معانا. مفيش اسهل من كده تنظيف، ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بينا نعمل كمان واحده مع بعض. تبداي تجيبي السمكه كده بالشكل ده، وهنبدا طبعا نشيل ديلها زي ما قلت لكم، وتبداي بالراحه كده تبداي تسلكيها من ورا خالص كده، هتتسحب معاكي بكل سهوله. بس كده يا بنات هخلص بقى كل الكميه دي مع نفسي كده. عايزه اقول لكم والله بصوا هتتعبكم شويه وانتوا بتنضفوها كده، يعني هتاخد معاكم وقت شويه، بس النتيجه بجد روعه، يعني طعمها بجد يستاهل ان انتوا تغامروا وتجربوه. هخلص بقى كل الكميه اللي معايا دي بنفس الطريقه. بعد ما خلصتها بقى كده غسلتها غسيل كويس، وكمان نقعتها كده لمده دقيقتين اتنين بس كده في ميه وليمون. وبلاش تطولوا علشان طبعا الجلد بتاعها واللحم بتاعها ما يتهريش منكم. يعني كده دقيقه واحده او دقيقتين، وبعد كده هتشيليها من الميه على طول وتصفيها. طبعا يا بنات ما تكتروش في الميه علشان ما يتهريش منكم. تعالوا بقى نحضر الدقه بتاعتها. حطيت كده نص معلقه من الثوم، وهنحط كمان كده نص معلقه من هريسه الشطه او الفلفل، هريسه الفلفل المتاح طبعا. طبعا بقى بما ان السمك بيحب الليمون الكتير، جبت كده حوالي 3 او 4 ليمونات، وهنبدا كده نعصر شويه من الليمون بالشكل ده. السمك يا بنات بيحب الليمون الكتير، كل ما كترتي الليمون بتاعه هيديكي طبعا نتيجه افضل. ضفت بعد كده نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكمون، على اساس برضو ان السمك بيحب الكمون الكتير. ضفت كمان ملح، وضفت معلقه صغيره من بهارات السمك، وهتضيفي كمان كزبره جافه، وهتظبطي الملح، وبعد كده هتبداي تقلبيه. نيجي بقى للسمكه بعد ما خلاص صفيناها من الميه، هتبداي كده تعملي فيها فتحات بالسكينه كده من الجنبين، علشان طبعا هي مفيش فيها بطن زي ما احنا شايفين كده، ومفيش فيها اي اماكن تبداي انت تحطي فيها التتبيله. فتعملي فيها فتحات كده علشان لما نيجي نتبلها اللحم نفسه يتشرب التتبيله اللي احنا جهزناها. بس كده بعد ما خلصت كل السمك بالشكل ده، هبتدي طبعا اجيب التتبيله بقى، وهنبدا ان احنا نتبله كده. وتحاولي وانت طبعا بتتبليها تدخلي التتبيله في الاجزاء اللي احنا عملنا فيها فتحات. وهخلص بقى الكميه بتاعتي دي يا بنات برضو بنفس الطريقه. ممكن بقى نسيبها كده في التتبيله دي كده ممكن ساعه ساعتين على حسب طبعا ما تقعديها، هتديكي نتيجه احلى طبعا. تعالوا بقى نحضر الكفر اللي هنقلي بيه السمك. جبت كده الدقيق بتاعي، وضفت عليه كده نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكركم، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه ملح صغيره. عايزه اقول لكم يا بنات الكفر ده بجد هيخلي طعم السمك بتاعك يروح في مكان تاني خالص، ما شاء الله اللهم بارك. هنجيب بعد كده السمكه بقى ونبدا ان احنا نتبلها في الدقيق ده.
عايزه اقول لكم بقى يا بنات انتوا تحسوا فعلا انتوا بتاكلوا فيليه، حاجه كده زي البانيه، اللهم بارك يعني ما شاء الله. هنبدا بقى ناخد السمكه بتاعتنا يا بنات كده ونبدا نحطها في الدقيق ونغلفها كويس. وطبعا السمك بتاعنا بيكون كده نزل سوائل منه، السوائل دي طبعا بتكون كلها بقى تتبيله وليمون وتوم وحاجات كده جميله قوي. هتبداي طبعا تاخدي السمكه مره تانية وتحطيها في السوائل اللي نزلت من السمك، ونرجع تاني نوديها في الدقيق ونغلفها كويس جدا. عايزه اقول لكم انت كده بتعملي لها كفر، بيكون كده كفر مقرمش، بتكون عامله معاكي طبقه سميكه حلوه قوي، يعني كانك بتعملي فيليه بالظبط او بتعملي بانيه ما شاء الله اللهم بارك. ابداي بقى خلصي كل الكميه اللي معاكي بنفس الطريقه. ابداي حطيها في الدقيق الاول وبعد كده حطيها في السائل وبعد كده تخرجيها على طول في الدقيق تاني. هي كده خلاص كانت جاهزه معايا. على طول بقى تعالوا علشان نبدا ان احنا نقليها ونشوف طبعا طريقه التسويه المظبوطه بتاعتها. طبعا في زيت بقى غزير على النار، هتبداي تسخنيه قوي. بعد كده هنهدي النار لنار متوسطه وهتبداي تحطي كميه السمك بتاعك وتقلي السمك عادي زي ما هتقليه او زي ما هتقلي اي سمك. بس نخلي بالنا ان السمكه يا بنات معانا رقيقه جدا، يعني مش فيها لحم كتير بحيث ان انت يعني تطولي عليها في النار وكده. لا، بمجرد ما تحطيها كده وتحسي ان هي اتشمعت معاكي من تحت او بدات تاخد لون، ابداي على طول اقلبيها في الجنب التاني. وطبعا ما تحاوليش تقلبيها قبل كده علشان ما يتكسرش معاكي وانت بتقلبيها. اول ما تحسي ان هي اتشمعت تبداي اقلبيها على الجنب التاني مره واتنين وتلاته كده لحد ما تاخد اللون المظبوط، وبعد كده بتقلبيها وبتخرجيها بالف هنا وعافيه. شايفين بقى اللهم بارك ما شاء الله يا بنات، مقرمشه جدا. اللحمه بتاعتها كمان جميله قوي وطعمه بجد تحسوا ان انتوا بتاكلوا جمبري. عايزه اقول لكم ان السمك ده يا بنات بيتغذى على افضل انواع الاسماك في البحر. يعني بيتغذى على الجمبري، هو السمك ده بيتغذى على بعضه زي ما بيقولوا. يعني ما شاء الله اللهم بارك، سمكه حلوه قوي وشكلها كيوت كده وفيليه كده في نفسها. جربوها يا بنات وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبس كده الفيديو بتاعي بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا من الطريقه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرك، وشكرا للجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.